جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير جميل برسوم. قالوا الكلام كله ما خلوليش حاجة. عايز أتكلم على الأستاذ شريف عرفة. الأستاذ شريف شافني في حاجة كده وبعدين قالوا لي، قال لهم هاتوا تليفون. لقيت تليفون بيقول لي ألو أنا شريف عرفة. قلت له يا نهار أسود، بتكلمني ليه؟ الله، ما تخلي أي حد ماشي يكلمني، أنت عايزني ليه؟ قال لي لا أنا عايز أقول لك كذا 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 وبعدين هم هيقولوا لك الباقي. بدايتي مع الأستاذ شريف عرفة ولاد العم، الجزيرة 2 الكنز. بشكره طبعا لأني ليه فضل كبير عليا. 1 2 بشكر الأب بطرس دانيال لأنه أخيرا افتكرني. أنا من رواد المهرجان من 20 سنة. هو مرة ياخد باله مني ومرة ما ياخدش باله. وبعدين يبدو ان حد قال له يا اخي جميل برسوم بقى ما خلاص العمر بيجري يعني. قال جميل برسوم. طيب ماشي. اما افتكر جميل برسوم. وكانت الترشيح السنه دي من اللجنه واشكركم. حاجه المهمه اللي عايز اقولها بالنسبه للمهرجان الكاثوليكي انه اثبت ان الكنيسه مش بعيده عن المجتمع. لا، الجمع ده كله مصر، واللي بيعملوا المهرجان انه مغروس في قلب مصر. ولما اختار المهرجان الكاثوليكي للسينما، السينما والمسرح والتلفزيون بيقدموا كل مشاكل الناس. معنى كده ان الكنيسه مربوطه بالناس، مرتبطه بالشعب المصري ومشاكله وقضاياه وافراحه واحزانه. مش بعيده عن ان الكنيسه بس تخصص للدين ونصلي الصبح ونقفل البيبان ونروح. لا، بيبان الكنيسه مفتوحه لجميع الشعب المصري بطوائفه. ربنا يديمه ونوصل يا رب لل1000، المهرجان ال1000 إن شاء الله. شكراً.